اهلا وسهلا يا جماعه. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا، هو الرياضه. ما تستغربوش، مش هنتكلم عن الرياضه عشان بس ناخد صوره حلوه على الانستجرام، لا احنا هنتكلم بجد. فاول حاجه هنتكلم عن اهميه الرياضه. الرياضه دي يا جماعه مش مجرد جيم وعضلات ومكملات غذائيه، لا الرياضه هي الحياه. يعني الجسم السليم في العقل السليم. حد عنده اعتراض؟ طبعا لا، لان اللي عنده اعتراض غالبا بيبقى قاعد قدام التلفزيون ومش عايز يتحرك. ومعانا رقم 2 اللي هي فوائد الرياضه. الرياضه بتخليك صاحي اكتر او مفوق، وبترفع مناعتك وبتخليك مبسوط، تخليك تقدر تجري ورا الاتوبيس وانت رايح الشغل، وبرضه بيحسن المزاج. يعني الرياضه مش بس مفيده للجسم، ده كمان مفيده للعقل والنفسيه. لما تلعب رياضه جسمك بيرفز هرمونات السعاده اللي هي زي الاندروفين، اللي بيخليك مبسوط ومش مكتئب. يعني بدل ما تقعد تشتكي من الحياه، روح الجيم وشوف الفرق. وعندك زيادة الطاقة. الناس اللي بتقول انهم مرهقين طول الوقت لازم يجربوا يلعبوا رياضة، لان الرياضة بترفع مستوى الطاقة في الجسم وبتخليك تقدر تشتغل وتتحرك اكتر. يعني لما تيجي من الشغل تعبان، بدل ما ترمي نفسك على طول على الكنبة كده، لا جرب مثلا تمشي شوية، هتلاقي نفسك احسن. معانا رقم 3 امثله لو ما لعبناش رياضه ايه اللي هيحصل معانا. اول حاجه السمنه المفرطه. تخيل نفسك وانت قاعد بتتفرج على الماتش، كل اللي بتعمله انك بتاكل فشار، وبعد سنه هتبقى مش قادر تطلع السلم. والسمنه المفرطه دي يعني مش بس بتاثر على الشكل، كمان بتاثر على الصحه بشكل عام. ومعاك رقم 2 الكسل. الكسل يا جماعه ده قاتل. الناس اللي بتقعد على الكنبه طول اليوم مش بس بيتعبوا نفسهم، دول كمان بيتعبوا الكنبه، اللي يعني ممكن تلاقيها بقت شكلها زي اللي قاعد عليها. وعندك الامراض المزمنه. عدم ممارسه الرياضه بيزود احتماليه الاصابه بامراض زي الضغط والسكر. ولما تيجي تروح عند الدكتور هتلاقي نفسك بتدفع فلوسك كلها على العلاج بدل من انك تستمتع بيها. ده غير انك هتبقى في دوامه الادويه والمواعيد الطبيه. معاك انواع الرياضات. في رياضات التحمل زي الجري والمشي السريع وركوب الدراجات. الرياضات دي بتساعد على تحسين عضله القلب والاوعيه الدمويه وبتزيد من قدرة التحمل. ومعاك رياضة القوة زي رفع الأثقال وتمارين المقاومة. الرياضات دي بتساعد على بناء العضلات وتقوية الجسم. ومعاك رياضات المرونة زي اليوجا والبيلاتس. طبعا هتسألني ايه البيلاتس دي، هشرحها لك في آخر الفيديو. الرياضات دي بتساعد على تحسين مرونة الجسم، تقليل احتمالية الإصابة. معاك الرياضات الجماعية زي كرة القدم وكرة السلة الكرة الطايرة. الرياضات دي بتساعد على تحسين التعامل والعمل الجماعي، وبتكون فرصة حلوة انك تستمتع مع اصحابك. معاك الرياضات المائية زي السباحة والغوص. الرياضات دي مش بس بتساعد على تحسين اللياقة البدنية وتقوية العضلات بدون تحميل زايد على المفاصل. الفقرة الخامسة اللي هي الرياضات في حياتنا اليومية. معاك مثلا في الشغل، لو انت مثلا شغال في مكتب ممكن تدخل الرياضة في حياتك اليومية. مثلا بدل ما تاخد الاسانسير ممكن تستخدم السلم، بدل ما تبعت ايميل وصاحبك اساسا في المكتب اللي وراك قوم روح له. الحركات بس البسيطة دي بتفرق. معاك الحياة الاجتماعية زي الرياضة ممكن تكون فرصة حلوة ان انت تقضي وقت مع اصحابك والعيلة. ممكن تروحوا تلعبوا كرة في النادي او تعملوا نشاطات رياضة سوا، ده هيخلي علاقتك اقوى وهيفيد في صحتك. ومعاك في فقرة اللي هي الضحك المصري اللي هي النكت. تخيل واحد مصري قاعد على الكنبه بيقول لصاحبه يا عم الرياضه دي كلام فاضي، خلينا نتفرج على الماتش. وبعد شويه يلاقي نفسه مش قادر يقوم اصلا يجيب كوبايه شاي، وصاحبه يجي يرد عليه يقول يا ابني قوم العب رياضه. ده حتى عصام الحضري لسه بيلعب. وده فعلا حقيقي ان السن ما بيفرقش ولازم تلعب رياضه وتفوقك من الكلام ده كله. ومواقف اليوميه. مره واحد كان عايز يبدا يلعب رياضه، فقرر انه يروح الجيم. اول يوم دخل الجيم شاف الاجهزه الرياضيه، خاف منها على طول وما قدرش يستوعب ايه الحجم الهائل من كل المعدات دي. بس هو مره في مره استخدم الاجهزه، واول يوم استخدم وعرف الاجهزه، لكن تاني يوم قام اساسا مدغدغ ومش قادر يعمل اي حاجه. ده بسبب ان هو اقنع نفسه بس ان هو مش هيقدر، وده هو السبب الحقيقي. وطبعا بعد ما اتكلمنا عن أهمية الرياضة وايه الرياضات اللي بتخلي شكل جسمنا كويس وايه انواع الرياضات اللي تقدر تخليها حاجة مهمة في يومك عشان تقدر تعلى بمستواك وتبقى شكلك جسمك احسن وتقدر تزود من صحتك. اول حاجة الجري ده اسهل رياضة ممكن تعملها حتى من غير ما يكون لابس ترنج رياضي. الجري بيستهدف عضلات الساقين والفخذين، بيقوي عضلة القلب والرئتين وبيكون مفيد جدا للجسم. الجري بيحرق سعرات حرارية كتيرة جدا، يعني لو عايز تخس وتاكل براحتك اجري كتير. ثانيا السباحة ديت رياضة بتستخدم كل عضلات الجسم تقريبا من الراس للقدم، وبتساعد كمان في تحسين اللياقة البدنية والمرونة. والحاجة الوحيدة اللي هتعجبك في السباحة هي الرياضة الوحيدة اللي هتتبل فيها من غير ما تقول لأهلك إن وقعت في البحر. ثالثا رفع الأثقال، رياضة العضلات الفولاذية. رفع الأثقال بيستهدف عضلات الصدر والذراعين والظهر والفخذين. رابعا اليوغا، دي رياضة بتستهدف العضلات الداخلية وبتساعد على تحسين التوازن والمرونة، ودي الميزة فيها إنك تقدر تلبس الشراب من غير ما تثني ظهرك. خامسا ركوب الدراجة، ركوب الدراجة ده بيستهدف عضلات الساقين وبيساعد في تحسين اللياقة القلبية والتنفس.
معلومة مفيدة، ركوب الدراجة مش بس للأطفال، بالعكس ده رياضة ممتعة للكبار كمان، خصوصا لو بتجرب تركب في الشارع وبتتفادى العربيات. سادسا الكاراتيه والملاكمة. الرياضة القتالية زي الكاراتيه والملاكمة بيستهدفوا عضلات الجسم كله تقريبا، خصوصا الذراعين والساقين. أهمية الرياضة بشكل عام مش بس للمظهر والشكل كله، هي كمان للصحة النفسية والجسدية، بتساعد في تحسين المزاج وتقليل التوتر. وطبعا انا قلت لكم ان في اخر الفيديو اقول لكم معنى رياضه البيلاتس. البيلاتس دي رياضه ابتكرها واحد الماني اسمه جوزيف بيلاتس. الراجل ده قال لك بدل ما الناس تقعد على الكنبه وتكلكع، ليه ما نعملش تمارين وتخليهم مرنين زي الافاعي والتعابين. وعندك مثلا زي فوائد البيلاتس يا جماعه، يعني بيعمل حاجات كتير حلوه. اولا بيخليك مرن، يعني لما تقع على الارض وانت بتلعب مع العيال تقدر تقوم تاني مش مكلكع. تاني حاجة بيقوي عضلاتك بدون ما يخليه شكلك زي عضلات كابتن ماجد والحاجات دي وبيج رامي. لا، هو انت جسمك هيبقى مرن وقوي من جوه. وعندك مثلا ازاي تبدا بقى في البيلاتس؟ عشان تبدا فيها محتاج شويه حاجات بسيطه مرتبطه بالرياضه، يعني زي مثلا لبس مريح ونيتك ان انت تتحرك شويه. البيلاتس بيتركز على الحركات البطيئه والهدوء، يعني مفيش هنا تكسير عضل ولا شد عضلات زي الجيم. امثله مثلا على تمارين البيلاتس، مثلا في حاجه اسمها البلانك. مش البلانك اللي هو بتاع البحر، لا ده بلانك تمارين بتنام على بطنك وترفع جسمك على دراعك ورجلك وتقعد كده لحد ما هتحس انك بقيت عاوز تعيط. وفي طبعا حاجات حلوه فيه وتضحك، يعني مثلا مره واحد كان في اول حصه في بيلاتس، المدربه قالت له يعمل البلانك، قعد على الارض وقال لها يعني كده زحف عسكري ولا ايه؟ ده انا هربان اصلا من الجيش. المدربه ضحكت وقالت له لا يا حبيبي ده تمرين مش حرب. وفي واحد تاني برضه كان بيحاول يعمل تمرين اسمه ذا رولفر، اللي هو تقلب جسمك لفوق وتبقى رجليك في الهواء. الراجل قلب بجد وقع على دماغه وقال والله ما انا عامل التمارين دي تاني، عشان فعلا ما كانش عنده النية في ان هو يقوي جسمه. وفي النهاية يا جماعة البيلاتس دي رياضة جميلة مفيدة لكل الناس، مش لازم تكون بطل كمال اجسام عشان تستفيد منها. هي رياضة تخليك مرن وصحي، والاهم من ده كله تخليك تبعد عن الكساح والكلكعة.